نورمالمون كانوا يدخلوا المسؤولون ويحبسوا هذا النزيف وهذا وتحبس كاع البيع تيكمل المشروع ويدوز هذا الشيء عن طريق النوطير. لماذا؟ باش الدوله هي تاخذ فائده ديالها في اصلاح الطرق وهذا الشيء. نعم الان دابا كاينه تقييدات احتياطيه في العقار راني جيت واسمح لي زائد استاذ اش لقينا هاد السيده سلمت لينا في 2010 في 2010 ها هي سلمت لينا لاسيستاسيون داتريبيسيون شهاده تتقول لك عطاتك تسلمت لينا في 2010 علما بان النصراني ميت. وهاد الورقه ما عطاتهاش للنصراني، تعطات لينا عن طريق الجمعيه مقابل شي 600 درهم، شي عطات 800 عندي الوصل لان هاد الورقه تعطات لينا مزوره. نعم هذه يا استاذ الورقه هذه الجمعيه فاش دعيناها شو استاذ الجمعيه سالات الصلاحيه ديالها في 2009 جمعيه توافق درنا شكايه في 2011 عا باش ناضوا هما داروا جمع عام باش يحيدوا باش يلصقوا الحقيبه. نعم نحن يلصقوا حقيبه. هذه اتهاماتكم فيما يخص هؤلاء. نعم تتبقى استاذ تتبقى هذه هذه ديال الخبير اللي خرج لنا المحكمه. ها هو هذا الشيطان كجاليه مقيمه بالخارج دفع لي شكايه. هادشي راه 3 سنين وحنا طالعين بدون اذا لم يتحرك القضاء يعني هناك تواطؤ يعني يمكن هو كان تاخر في اخراج الملف. ولكن الغريب السؤال علامة استفهام أستاذ اللي بقات أما هي كيفاش هاد الناس درنا بهم شكاية. الله يجازيك بخير. هاد الناس درنا بهم شكاية. نعم درنا بهم شكاية في الهيئة الجزرية عين سبع. نعم راني جيك بعدا اسمح لي هادو فاش سلموا الحقيبة في 2011 حطوا ناس اخرين. شكون هما؟ من الساكنه. هاد الناس خافوا على راسهم قالوا لهم هنا شوفوا استاذ شو الفساد وشو القضاء الله يهديه. هنا خلاو لينا بان قال لك باقا 144 في عاتق الناس بعد الساكنه ديال التجهيز. واش لقاو هنا عندنا من واحد حتى 306. هاو علاش ما عطاوناش كل واحد شحال خلص هذا الشيء وزيدوا تيعطيو وثائق. شكون يعطيوك هذا في المحكمه اختها هادو وثائق تيدليو بها في المحكمه. شكون هما تيدليو بها؟ الجمعيه من غير لونطير. نعم فينا ما كاين لا كاشين والو. بالنسبه للوثيقه الوثيقه سلموها لينا بان هاد 144 اليوم ما لقاوهاش. ها هي مكاشينا فرقوا علينا قالت هاد 144 مليون ما عرفناش. قال لك هاد 144 ماشي قال لك هاد الناس اللي تيقولنا في عاتقهم هاد الفلوس وانا شاهد على هادشي تيعطيوهم ورقه تيقولنا حنا مخلصين. زائد هذا الشيء يا استاذ السؤال المطروح اللي غادي ينوض ضجه كيفاش هاد الناس عطينا وثائق ما يفيد البوليس عطينا المحكمه الفرقه الوطنيه بالولايات الدار البيضاء الزرقطوني. اش وقع استاذ اش وقع؟ الله يجازيك بخير غتفهمني مزيان وهاد الرساله بغيتها توصل لسيدنا الله يسرو. حنا كجاليه مقيمه بالخارج قسم فمي بالله عليا حتى غنبيع هادشي كلشي وغنزيد بحالاتي في الطاليان. لان هنا باش نضرب تماره 20 عام وجيت تنصب عليا لا. اش لقينا واش المحكمه تدليل بوثائق فاش قدمونا عند وكيل الملك اش داروا لهم؟ مشينا عند قاضي التحقيق داروا لهم هما 4 الناس هما 7 هما 4 الرئيس والنائب ديالو وامين المال والنائب ديالو داروا لهم مليون كفاله. والرئيس هرب مع عمر حضر راه في الديار الفرنسيه رغم بان دلينا بطلب قاضي التحقيق وعندنا الاكيزي تنقولوا لهم عفاف حبسوا لهم باسبورات راه الرئيس هرب مع عمر حضر. نعم واش تلقى وليت مضايقات ولاو تيديروا لي يبتزوني ولا تيديروا لي الباطل. نعم ولا تيديروا لي الباطل ضربت هذا فعلت هذا باش لا لشيء الا لانك تجيبي وثائق تساعدهم على استاذ كريم بعطيك حاجه هذه شوفها باينه. هذه ملي اصبحت انا كمسير شركه حتى استاذ ها هي اصبحت
هاد الدوسي سبيسيال فين كان؟ من نهار بدات الشركه هاد الدوسي فين كان؟ كان في محافظة أنفا، هذيك الساعة ما كانتش محافظة علاش هاد الناس كجمعية ومسؤولون ما ناضوش حولوا الدوسي سبيسيال ديال الشركة حولوا لنا تعبدوا ربيه كوليت مسير باش حولت. من الذي كان يظلمك في البوليس أو قلت كان هناك شخص؟ النصب ثابت لأن كل شيء باين. حنا يصعب تحفيظ عقاراتكم الآن. يصعب لأن هناك تقييدات احتياطية من الناس لا تعرفونهم. الله يجازيك بخير. نعم. هناك حجوزات وتقييدات احتياطية من عند أناس ملي استدعيتهم أنا كمشير البحث. اش لقيت؟ لقيت بأن شارين في عين سبع ودايرين تقييد احتياطي حيت هذا النصراني كانت عنده حتى في عين سبع نفس الشركه نفس الارض. اش لقيت؟ ولقيت لقيت ديور مبيعين جمرات من طرف نفس النصراني لونغلي نفس الكاشي اوريجينال الوراق. ما دابا البقعه تجي تقلب هنا اللي عاطينا الجمعيه تلقى هنا سميه البقعه 60 سميه مثلا نعطيك عندنا هنا بقعه 60 مثلا هذا مثلا هالبقعه هي مثلا 13 لا 14 هذه اللي فيها هذه الزهره. انا نجبدها لك استاذ. نعم. هذا بحال الموت بلاتي كانت عندي هذه انا. اذا بحال مثلا دابا مثلا بقعه مثلا هذا مثلا زهير مبارك. نعم. بقعه 15 مكتوبه هنا. نعم. بقعه 15 في سميت زهير. ولكن اوراق تيجي واحد تيقول لك لا ديالي ها هو ولا بقع مبيوعين مرتين. انتم لم تكونوا تعلمون ذلك. ما كناش نعلموا هذاك الشيء. كانوا تيوهمونا مع الجمعيه. كانوا دايرين الحياه وهذاك الشيء كان. بالنسبه للجماعه لم يخبروكم بشيء؟ ما خبروناش. كانت الجماعه حميد. واحد النهار مشيت عند السي بودراع مصطفى اللي هو الان. مشيت عند السي بودراع مصطفى مشيت عنده الجماعه نشكي. قال لي لا رحنا خدامين في التيتر. هو كان موظف بالجماعه؟ هو في الجماعه منتخب بجماعه الحسني نائب الرئيس في ذاك الوقت. لا ماشي في ذاك مؤخرا يعني في 2010 مع 2012 مشيت عنده قال لي احنا راه خدامين عند التيتر. نعم. هو راه لا شيء من هذا. ها هو جيتك على قبل هذيك السيناتورات اللي وريتك استاذ. هادو مرسي احمد والمدير الحسن. نعم. والفريد لونغلي. فلوس خرجات هاد الناس قال لك لا سي راه شفرها من البنكه. هذا نعم الفريد هذا. هما تيقولوا بانه اخذها من البنك. هما ثلاثه ما يخرج فلوس ما تخرج الا بثلاثه توقيعات. الكونترا هي. نعم. ها هي الكونترا. اخرج الاموال. خرج مع الاموال ما عرفناش شحال خرجنا. اذا هذا دابا هذه القضيه هنا مشات القضيه عند الخبير. نعم. خلصت عاد عبد ربيه نظرا للناس اللي معايا ما بحالهمش كذوب على الله حرام. خلصت 6000 درهم للخبير باش الخبره فإن المحكمة تصرح هذه الخبرة. ماذا فعلت؟ مازال تنمشيو ونجيو. دابا الشيء يديروا اعضاء الجمعيه اللي كانوا اللي مدعى عليهم عندهم عائلتهم هنا وعندهم اتباع ديالهم. دابا اللي تينوض. نعم. إذا تطالبون بإعادة تحقيق وبإعادة فتح تحقيق جدي. لا حنا تنطالبوا بحاجة وحدة مجانية. تنطالبوا بسيدنا الله ينصر هو اللي شدنا المئة الميل. إذا كنا مسؤولون لا نترك الملك. لا ولكن لأن هناك مسؤولون اللي تيخلقوا الفتنة للمواطن والجالية المقبلة سيدنا الله ينصر. إذا ما عندنا إذا كانوا يخلقوا الفتنة وأنتم تعلمون ادفعوا بهم شكايات إلى غير ذلك. راه دفعنا تندفعوا شكايات البيبان هناك عصابه كيدلوا. شوف نحن لا نتكلم هناك عصابه هناك عصابه يبقى التحقيقات هي التي تتكلم بذلك. هذا المشروع ما اسمه؟ هذا المشروع لاسيم ولاسي يعني مشروع الحسنيه واحد. الحسنيه واحد متابع لمدينه الدار البيضاء. اذا هذا كله ما عندك استاذ؟ ايوا كاين عاوتاني انا هاد السيده. نعم. راه نكرات على قضيه التحقيق. من هذه السيده؟ هذه مرت ولد النصراني. تكلمنا على ذلك. تكلمنا على ذلك بان نكرت بانها. دابا اش وقع استاذ؟ الغريب في الامر
لما أصبحت أنا مسير للشركة نعم. جاتني استدعاء من بعد 3 شهور بعد خروجي في الجريدة الرسمية وتندير الوثائق ديال الناس. نعم. غادي ودوزت والزفت داز، ولكن ماشي جبت من جيبي. نعم. لا الذاكرة باش ما نجبدش الأسماء، ناضو دوز الزفت للتغطية على الفسيم. علاش هاد الزفت ما دارش قبل؟ نعم. إذا الغريب بقات عندي سؤال مطروح اللي غادي اللي غيوضح كل شيء، اللي غادي يوضح كل شيء يا أستاذ. ها هو اللي غيوضح كل شيء. هاد السيدة ها هي، ما حضر سمع شيء. هاد السيدة ولدها وراجلها ناض جاتني استدعاء في المحكمة بطلان الجمع. نعم. انا ما بغانيش بحال بطل الجمع. قال لك ابن قال هذا هرب مؤخرا بعد ان كان غائبا منذ هروب ابيه. لماذا لم يظهر هو في البدايه؟ لماذا؟ علاش؟ حيت كان وظهرت زوجته. علاش؟ لا فهمني، كان استاذ. كانوا مستافدين. كان لوبي خدام هم اسمع نجيب مصطلح واسمع لي. بعد البقرة حيت لهم البقرة الحلوب. نعم. ناضوا جابوه دفعوه قالوا لي لكي يعيد البقرة ولكن البقرة لا تحلب. بعد دستورنا الجديد اللي صوتنا عليه بنعم. فالبقرة مشات. لأن شنو نقول؟ لأن ناس جاتني دعوة بأن بغى يبطل الجمع. هذا السيد اللي بغى يبطل الجمع قال لك هو كوارث. واش يا أستاذ كريم؟ ها هو بعد هذا راه تحت رقم. ها هو هاد قضية الأسماء تحت رقم. هاد الوريث. هاد الوريث يا أستاذ اللي تيقول لك عنده حق. وهذه هذيك شهادة الملك، هذيك ماشي شهادة الملك، هذيك لاستيساسيون داتريبيسيون. نعم. اللي عاطينا الزوجة ديالو وهو عايش معاها في نفس الدار في نفس كل شيء. ها هي. علاش ما كتبتش لينا بأن اش تعطيك انا تتسلمك بان ما تتسالك والو وكل شيء مخبر؟ نعم. علاش ما كتبتش لنا راه كاين وريث راه تيتسال؟ اذا الامور ربما اتضحت على حسب ما يمكن ان نقول. نشكر محمد دالي مسير الشركة المدنية العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج على هذا الكلام، ونتمنى من تدخل جدي من أجل فتح التحقيق وإزالة هذا اللبس بمشروع الحي الحسني 1 بمدينة الدار البيضاء. فشكرا لكم. حاجة أستاذ نعم. حاجة أنا تنطالب بفتح تحقيق ونتابعوا الناس اللي ساندوهم لا في العمل ولا في الجماعة. كيفاش هذه الجماعة تتقول لك سير عند الجمعية؟ كانت هناك شبكة. شكرا. نتمنى أن يصل هذا الكلام للمسؤولين. أهلا وسهلا بكم مع مرة نيوز. إلى اللقاء. شكرا لكم.